يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه النهارده الحمد لله قمت بدري. صليت الفجر وقلت اشوف اللي ورايا. نضف الحمام نظافة حلوة كده. وكمان هنفرش الجزامة ونفرش لها مفارش جديدة لسه جايبينها. وكمان هنعمل الصالة على السريع. اول حاجة هعملها طبعا هغسل الحوض بتاع الحمام والمراية، وارجع الحاجة تاني مكانها زي ما كانت. وكمان هنصبن الحوض تصبينة حلوة كده من فوق لتحت كله ونخليه زي الفل. شايفين؟ نظافة الحمام دي طبعا بتبقى ايه يوميا او يوم او يوم لا، اللي هو الحوض والقعدة والارض على السريع. لكن الحيطان بعملها كل فترة. اول ما الاقي الحيطة كده اتبهدلت، صابون كتر عليها بقى مكان الاستحمام، اروح منضفاها طبعا بسترس. خلاص خلصنا الحوض بتاعنا، ندخل بقى على اي حنفية في الحمام. شايفين حنفية الدش هنصبنها، والمحبس والحنفية اللي في الارض، ونلمعهم كلهم مرة واحدة. بعدين هندخل بقى على الحيطان. سترس طبعا جميل جدا وبيسهل عليك النظافة. بصي احنا رشينا على طول، ونجيب المكنسة بتاعتنا ونعملها على طول بعد ما رشينا. بينزل كل حاجة مرة واحدة، ولا تمسكي سلكة ولا اي حاجة. تعمليه بالمكنسة وتنزلي كده المية، هتلاقي كل حاجة نزلت والحيطة نورت وبقت زي الفل. هعمل طبعا الحيطة اللي قصادها. انا هعمل الحمام الجزء اللي من تحت بس، لان الحيطة دي اللي هي اكتر حاجة بتتبهدل. خلاص كده خلصنا الحيطان. ندخل بقى على الرف بتاع الحمام. وكمان المنظمات اللي احنا معلقينها دي حلوة خالص، بتحط فيها اي حاجة. لو ما عندكيش مكان في الحمام اشتريهم وعلقيهم. بيشيلوا حاجات كتير، حاطة فيهم صابون اريال، اي حاجة انت عايزاها تحطيهم فيها. هنشيلهم طبعا ونغسلهم، ونغسل الحيطة من وراهم ونرجع نعلقهم تاني على نظافة. شايفين كده؟ خلصنا كده الرفوف، ودعكت كمان القاعدة بتاعة الحمام بالمرة، ونعلقهم تاني ونحط فيهم الصابون زي ما كان. خلاص كده يبقى احنا فاضل لنا بقى الأرضية بتاعة الحمام. نحط كل حاجة زي ما كانت. خلاص كده نروح بقى نجيب شوية بريل أو شوية اريال عليهم شوية كلور، وندعك طبعا الحمام بتاعنا دعكة حلوة كده، وتشم ريحة الكلور وريحة الاريال. وفي الاخر بقى نسيت اوريكم ان انا هحط ديتول او سترس بديل الديتول، برضه ريحته جميلة جدا وقوية. وطبعا انا نسيت اعمل باب الحمام، فهعمله بالمرة قبل ما اشطف الارضية. خلاص كده خلصنا باب الحمام وخلصنا الحمام كله، هنشطفه شطفة حلوة. وهنشوف الحمام بعد ما خلصناه نور ازاي وبقي زي الفل. ايدك بتبقى في الحمام يوم ويوم لا، بس كل فترة لازم تعملي الحركة دي عشان ينور ويبقى زي الفل. شايفين الحيطة نورت ازاي؟ وكده خلصنا الحمام بتاعنا على السريع. هنعمل ايه كمان؟ هنروح نشوف الجزامة بتاعتنا جايبين لها مفارش، وهنفرشها ونخليها زي الفل. يلا بينا. بصوا بقى الجزامة احنا حاطين لها قفل طبعا. ساعة ما حطيته هو ريحني، بنتي مش بتعرف تفتحها خالص. ادي الجزامة اهي، هنفضي رف رف ونمسحه ونلمعه ونفرش المفارش فيه. اول حاجة هعملها هجيب فوطة ناشفة ومعاها فوطة مبلولة. امسح الاول التراب، طبعا بيبقى فيه رملة طبعا نازلة. نمسح بالفوطة الناشفة الاول وبعدين نلمعها بفوطة مبلولة كده، بلة خفيفة. هتلاقوها نورت وبقت زي الفل. نجيب بقى المفارش اللي احنا اشتريناها. اللفة دي انا جايباها كانت ب45 جنيه. بصوا بقى في منها كمان اشكال المطبخ جميلة جدا وتحفة. عليها رسومات مطبخ، ممكن تفرشيها في الادراج بتاعة المطبخ او طبعا الدواليب. بس طبعا هتبقى مكلفة شوية، لان اللفة دي طبعا ب45. فشوف المطبخ بقى هياخد كام، 45. المفارش اللي بالمتر هتبقى اوفر معاكي طبعا من دي. بس طبعا انا عشان جزامة فقلت ايه، هو رول واحد اللي هشتريه فمش كتير. انا حبيت انقي اغمق حاجة، فكان ده اغمق حاجة عند الراجل. كان فيه ابيض بس طبعا مش هينفع في الجزامة. خدت المقاسات بقى وقعدنا ظبطناهم واحنا قاعدين، ونروح نفرشهم مع بعض. خلاص كده قصيناهم على قد الرف. نرجع بقى نحط الجزم بتاعتنا زي ما كانت. وفي طبعا المنظم ده انا شارياه وحاطه فيه طبعا الورنيش والسفنج واي حاجه تخص الجزم طبعا. وحطاها على جنب عشان ما ايه، ساعات كنت بلاقي واحده فوق واحده تحت كانوا متبهدلين.
كده وهما في المنظم كده مريحيني وعلى طول محطوطين فيهم. خلاص كده كل رف هنعمله، بصوا كان متبهدل ازاي. طبعا احنا هننضف كده بالفوطة الناشفة بعدين المبلولة، ونعمل كل الأرفف بنفس الطريقة. الرف اللي نفضيه نرجع نفرشه تاني ونحط فيه الجزم تاني زي ما كانت، عشان ما نفضهاش كلها مرة واحدة وتعمل لنا أزمة كده. لا، رف رف كده وترجعيه تاني زي ما كانت. هو ده المنظم اللي انا بقولكوا عليه. حطوا فيه طبعا الورنيش وكل حاجة يخص الجزامة، وتحطيه على جنب كده تبقى الحاجة موجودة عندك وباينة. خلاص كده خلصنا الجزامة بتاعتنا. شايفين المفارش فرقت فيها ازاي وخلتها منورة وزي الفل؟ لا، فرقت جامد. خلاص كده نروح رشين فيها رشة معطر حلوة تخلي ريحة الجزامة جميلة، ونقفل على طول عشان تفضل الريحة فيها. وكده خلصنا الجزامة بتاعتنا. نروح نشوف الصالة على السريع ونظبطها ونكنسها كمان ونلمعها ونخليها زي الفل. يلا بينا نروح بقى نظبط الكنب بتاعنا ونشيل المفارش ونفضها كده تنفيضة سريعة ونرجع نظبطها تاني. هنلف طبعا على كل الكنب اللي في الصالة، وكده نكون عملناه على السريع. طبعا انا عملت كل ده الصبح وهم نايمين، ما كانوش لسه صحيوا لان انا شغالة كنت بعد الفجر على طول. قلت بقى هم لما يصحوا اخش على اوضهم واظبط طبعا السراير واكنسها كنسة حلوة على السريع، بس اكون خلصت طبعا جزء كبير الصبح بدري. خلاص كده خلصنا الصالة، نكنس بقى الكنسة الحلوة بتاعتنا. وكمان هنلمع الصالة. احنا مش هنمسح المسحة الجامدة، لا، تلميعة كده خفيفة. لازم طبعا التلميعة دي كل فترة نعملها. ونرفع طبعا تحت السجادة كده وتحت الكنب تلمعي الحاجة على طول. خلاص كده كنسنا الصالة ولمعناها وظبطناها وكلهم نايمين. احلى حاجة الشغل في هدوء كده ومفيش حد حواليكي، بتعرفي تخلصي الحاجة وتنجزي بدري. مبقاش حاجة معطلاكي، مبقاش وراكي حاجة غير النظافة بس. كده خلاص خلصنا الصالة بتاعتنا او خلصنا الشغل كله بتاعنا. والجزامة طبعا انجزنا فيها وخليناها زي الفل وفرشناها وخليناها منورة. كمان عملنا الحمام، ما تنسوش ان احنا عملنا كمان الحمام بتاعنا. وكده خلصنا كل حاجة اللي احنا هنعملها النهاردة، وكمان الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.